لو عايزه ريحه جسمك تفضل حلوه ومنتعشه طول الوقت، عامله زي الفواحه كده ماشيه في البيت، تفضل حلوه وثابته طول اليوم، تابع الفيديو ده للاخر عشان هتستفادي جدا جدا، وكمان شيريه لاصحابك عشان هما كمان يستفادوا. لايك وكومنت صغنن، ويلا بينا على الفيديو. اكتر وقت مأساوي في حياتي وهو فصل الصيف، مش قادره اقول لكم قد ايه ببقى مخنوقه وعندي ضيق في التنفس ومش قادره اصور ومش قادره اعمل اي حاجه في حياتي، فعذرا يا حبوباتي. فرهضه غريبه، انا ما بحبش الصيف خالص خالص، وبيبقى خلقي في مناخيري، قادره اعمل اي حاجه في الحياه. فتشجيعاتكم ليا ولايكاتكم علشان تشجعوني ان انا اقوم واصور لكم فيديوهات حلوه ان شاء الله الفتره اللي جايه. مين مننا مش بيحب ريحته تبقى حلوه وتثبت معاه فتره طويله جدا جدا، وكمان تحس ان انت فريش طول الوقت؟ طبعا 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 لازم تتبعي خطوات بسيطه وهتحبوها خالص وهتستمتعوا. ادخل في المفيد على طول، بس يعني ممكن تتغاضوا عن هذه المروحه لان انا مش هعرف اصور من غيرها الصراحه، فلو عامله اي صوت او اي بسيط حاولوا انتوا اعملوا نفسكم مش سامعين علشان انا هفطس منكم في اي وقت. اول حاجه يا ست الكل، خلينا متفقين يا حبوبات ان احنا لازم الشاور ده اساسي في الصيف، مش مره واحده في اليوم، لا اكتر من مره في اليوم. بجد هتحسي ان انت يعني طبعا بالخطوات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، شاور ثم الشاور ثم الشاور، وبعدين ندخل في اول خطوه على طول ست الكل، وهي ان انت بتنشفي جسمك، بس مش بننشفه خالص خالص، لا احنا بنطبطب عليه كده وبنسيبه مندي سيكه. وهقول لكم ليه بنسيبه كده، وبجد هتحسوا فرق قوي من النقطه دي لو عملتوها على طول. سيبي جسمك مندي سيكه يا ست الكل، الترطيب اللي بتحطيه بعد كده بيتوزع بسهوله جدا جدا، وبجد يعني الموضوع بيفرق خالص عن لما يكون جلدك ناشف خالص وبتحطي عليه المرطب، لا مش بيتشرب ومش بيتوزع بسهوله، لا خلي جسمك مترطب سيكه، الموضوع ده يفرق جدا جدا معاكي. اقول لكم ان انتوا كمان تتبعوا الخطوه دي في وجبتكم، بجد هتحسوا فرق. وندخل على اول خطوه معانا في فيديو القمر ده، وهو ترطيب الجسم بعد الشاور. لازم ترطبي جسمك كويس جدا جدا باي لوشن انت بتحبيه. ده اللوشن القمر اللي انا لازقه فيه الفتره دي، خطير خطير يا جماعه، بجد فظيع. انا مش طالعه طبعا اتكلم عن اللوشن، انا طالعه بتكلم عامه عن الترطيب، بس يعني بالمره كده اقول لكم يعني ان انا بحب جدا اللوشن ده، موفر جدا جدا، ريحته حلوه، حجمه كبير، خطير. مش هنطول في اللوشن، ندخل في خطوه الترتيب. هتوزعي على جسمك كله 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 كله، ما عدا طبعا الاماكن الحساسه دي ليها كريمات لوحدها. بعد ما هترطبي جسمك باللوشن اللي انت بتحبيه، بعد كده هندخل على الخطوه اللي بعدها حبوبه، وهي المزيل بتاع العرق. اي مزيل برضو انت بتحبيه، مش هلزمك بحاجه معينه، اللي انت بترتاحي عليه حطيه، بس دي برضو خطوه اساسيه مش بنستغنى عنها شتاء او صيف، بس نتوصى بيها شويه بالصيف عشان الموضوع بيبقى مؤذي جدا جدا ليكي واللي حواليكي لو ما حطيتيش مزيل عرق. استخدم المزيل العرق ده من دوف، تحفه جدا جدا، واما يخلص هجرب يعني نوع تاني منه، يعني هو نازل منه طبعا اشكال كتيره، فانا حابه ان انا اجرب واحد تاني. استخدم برضو الستارفيل، تحفه سبراي، والستارفيل رول اون، تمام، فالاتنين اخطر من بعض، مش بستغنى عنهم خالص خالص. ندخل على الخطوه اللي بعدها على طول، وهي السبريهات بتاعه الجسم. انا بستخدم حاجات كتيره الصراحه، وكلهم يعني كيوتس يعني، فمش هنعمل برضو اعلانات للسبراي. انت اي سبراي عندك بتحبيه. بعد ما خلصنا خطوه الترطيب وحطينا مزيل العرق، هترشي كتير 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 على جسمك، بس من على بعد شويه، ما تقربيش قوي. الخطوه دي تحفه جدا جدا، وما تستنيش لحد اما اللوشن ينشف على جسمك، لا انت بتسيبي مندي سيكه برضو اللوشن، وبعدين بتحطي السبراي، بيلزق ساعتها في الجسم، وبتحتفظي بالريحه دي لاطول وقت ممكن. ودي خطوه كده من عندي دلع كده الصراحه، بحس ان هي بتفرق جدا في الريحه وبتثبت الريحه اكتر. هي الباودر دي بتاعت الجسم برضو بحبها جدا جدا، خطيره، ريحتها تحفه. اكتر ريحه كيوت انا بحبها، هو نازل منه الوان كتيره وروائح كتيره، بس صراحه ده اكتر حاجه كيوتس قابلتها، ف ريحته خطيره قوي بجد. لا هحط معاكم بقى عشان هو الصراحه اغراني، فهنحط كده، تحفه 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 تحفه.
وبرده مش بتحط على الاماكن الحساسه، بتحط على جسمك في اي مكان بس ما عدا الاماكن الحساسه. الريحه الحلوه في الجسم ومع اللوشن مع السبراي وهو اخر خطوه، فبيكملوا بعض. بتحس ان انت بجد ريحتك تحفه. طبعا مش بنكتر من الروائح دي قوي، لو احنا خارجين يستحسن ان انت تبقي قاعده في البيت وعامله الموال ده كله، انت تعملي الخطوات دي على طول، بجد ريحتك هتفضل فريش وقمر طول الوقت. حد في البيت هيشم ريحه النظافه والفريش اللي فيكي وهيقولوا لك انت ازاي كده ماشيه كده وريحتك ملعلعه كده. حبوبات دي خطوات بسيطه كده، لو عملتوها واتعودتوا عليها بجد هتدعوا لي من قلبكم. يا رب يكون فيديو خفيف لطيف عليكم، ولايك وكومنت، وقولوا لي اعمل لكم ايه فيديوهات الفتره اللي جايه، واعمل لكم ريفيوهات عن ايه. بسط جدا جدا من كومنتاتكم القمر، سيبوا لي كومنت تحت حلو كده زيكم. بس كده اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.